أهلا وسهلا بكم بالفيديو الأول من سلطنة عمان. طبعا يا جماعة الشقيقة مرض مزعج، حالة تؤدي إلى الألم الشديد النصفي بالرأس، وقد تؤدي لما تكون نوباتها ثقيلة ومتقاربة حتى لتحديد نمط الحياة. احنا طبعا رح نتكلم عن أشياء ممكن تقلل من نوبات الشقيقة، تباعد بين النوبات وتخففها عندما تحدث. المغنيسيوم، مرضى الشقيقة عندهم مستويات منخفضة جدا من المغنيسيوم، عشان هيك تناول المغنيسيوم كدواء أو بالأغذية مثل الحبوب الكاملة، المكسرات، الخضار، تؤدي بشكل كبير لمباعدة نوبات الشقيقة وتقليل من حدة هذه النوبات. مجموعة B1 B2 B12 هذه لها تأثير كبير ورائع على تقليل وتخفيف نوبات الشقيقة. طبعا موجودة على شكل حبوب دوائية وباللحوم والبقوليات. أمر أخير وهو الميلاتونين. الميلاتونين يا جماعة هذا الهرمون أو الأنزيم ينظم النوم عندنا بالدماغ، عشان هيك الميلاتونين لما ناخذه موجود على شكل أقراص دوائية أيضا، خاصة مرضى الشقيقة اللي عندهم اضطراب في النوم لما ياخذون حبوب الميلاتونين اسمها هيك الميلاتونين. هذا الأمر يساعدهم بتنظيم النوم ويساعدهم أيضا بتقليل نوبات الشقيقة. الميلاتونين هو آمن لاستخدامه، يستخدم أيضا تحت توصية الطبيب، وعليكم العافية.